استاذ وائل، العيب مش عليه، العيب عليك انت يا وائل يا ابراهيم. العيب نعم. عليك انت يا وائل. ما اخطأتش في حاجه. العيب نعم. عليك، عايز تسخن الحلقه على واحد مش مربي بنته. فالعيب عليا انت يا انا. وائل يا ابراهيم. العيب مش عليك انت يا وائل يا ابراهيم. العيب مش عليك انت يعني. تستاهل اللي عملوك في امريكا، تستاهل اللي عملوك. والله ما انا هنتظر ايه من بلطجي في ثوب بلطجي مين يا عرض؟ بلطجي يعني. طب انا يعني انا بعتذر طبعا للمشاهدين عن هذا اللفظ، لان لما يقول لفظ زي ده يبقى يا جماعه ده نأتمنهم ازاي على السينما؟ يعني نأتمن دول على السينما ازاي وهو ممكن يقول لفظ بهذا الشكل؟ انا بأسف للساده المشاهدين، لكن الحقيقه يبدو انه كان مهما ان احنا نسمع لفظ من هذا النوع، عشان ده ما ينفعش تأتمنه على الفن، ولا يمكن ابدا انك تقول عليه انه يقدم فنا او يقدم